السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع مهم جدا. يعني قبل فترة عندنا هنا بالسنينة بصنعاء قشعوا الشارع ايش في قالوا يصلحوا المجاري على اساس الحين انهم صلحوا المجاري، لا صلحوا الشارع ولا المجاري صلحت. شوف لكم فيديو تبصروه اليوم صورته على اساس انهم قد صلحوا المجاري، لا رجعوا الشارع زي ما كان ولا المجاري صلحت. يعني ضروري رقابة ومتابعة للقائمين على هذا العمل. يعني ايش اللي يفعلوه؟ خلاص لا قد نبش بالحفار وخلاص. ضروري يعني انت جيت صلح. اين التصليح والمجاري ما زالت للشارع؟ ما فيش فلوس هكذا على الفاضي، يا من المقاول يا من المشرفين على المشروع. ضروري رقابة على كل الأعمال في صنعاء، وخاصة يعني مثل هذه المشاريع. يعني هذه مشاريع تخدم المواطن، تخدم السكان، تخدم الحي، تخدم العاصمة. مش خلاص لقد رجعت الشارع ورجعته زي ما هو على أساس أنك صلح. لا، نشيع عمل لسنوات. سلامتكم يا جماعة. شوفوا هنا بالسنينة قبل فترة يعني قشعوا لنا الخط هذا كامل وقالوا تصليح، يصلحوها المجاري، يشبكوها المجاري. الآن بعد هذا الفترة كله خربوا الشارع من الطريق وخربوه من المجاري. لا المجاري مشت طريقها ولا الخط رجع زي ما هو. هذا بالسنينة طبعا شارع 24.